بما ان الطماطم دلوقتي بقت برخص التراب وسعر الكيلو فيها رجع ل5 جنيه من تاني، فلازم نستغل الفرصة دي ونخزن منها قبل ما تغلى من تاني. في الفيديو ده جمعت لكم افضل 4 طرق لتخزين الطماطم. اول حاجة هنعملها وهي الطماطم المجففة، وتاني طريقة معانا الطماطم المجمدة، وكمان هنعمل لكم صلصة الطماطم، واحلى حاجة هنعملها بقى وهي الكاتشب البيتي. يعني من الاخر كده الطماطم بكل اشكالها ومشتقاتها في فيديو واحد. اهم حاجة صلوا على النبي واعملوا لايك للفيديو، ولو اول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة. ويلا بينا اقول لكم الطريقة. تعالوا كده نبدأ بأول طريقة معانا لتخزين الطماطم، ودي تعتبر أسهل طريقة، وهي تخزين الطماطم بالتجميد. أول حاجة تنزل تنقي الطماطم اللي أنت محتاجها وتأكد إن الطماطم كويسة 100%، لأن بعد التجميد هتطبخ على طول. تاني حاجة تدخل على الطماطم تغسلها غسلة كويسة. اغسل يا باشا الطماطم بضمير، احنا ما نعرفش كان مرشوش عليها ايه. خلصنا غسيل، تعالى ندخل على المرحله اللي بعد كده. هنبتدي ان احنا نشيل الجزء الاخضر من الطماطم زي الفيديو كده. اهم حاجه صلى على النبي. وهنا هنقسم الطماطم اللي معانا نصين، نص منهم هنقطعه مكعبات والنص التاني هنسيبه سليم زي ما هو. الخطوه اللي جايه دي اختياري لكن يفضل انك تعملها. هتنشف يا باشا الطماطم من الميه كويس جدا. بعد ما نشفنا الطماطم السليمه هتجيب كيس محكم الغلق زي ده او اي كيس عندك في البيت عادي. بعد ما تحط الطماطم في الكيس هتبتدي انك تفرغ الهواء من جنب واحد، وده لان سبب فساد اي منتج غذائي هواء ورطوبه او هواء وميه. هنبتدي نكرر نفس الموضوع في الطماطم اللي قطعناها. هتقولي بتفضل ايه؟ هقولك بفضل الطماطم السليمه. هنكرر نفس الحوار تاني وهنبتدي نفرغ الهواء من جنب واحد. اهم حاجه صلوا على النبي، ويلا بينا نروح للطريقه التانية وهي تخزين الطماطم كصلصه. هتنزلوا تجيبوا الكميه اللي انتوا محتاجينها. زود يا باشا الكميه، سعرها رخيص وهتغلى مع الوقت. وبعد ما اتاكدنا انها تمام هندخل على مرحله الغسيل. هنغسل الطماطم بضمير، ما نعرفش ترش عليها ايه ولا عدت على كام واحد قبلنا. وهنا نكون خلصنا مرحلة الغسيل. تعالى ندخل على المرحلة اللي بعد كده، مرحلة التجهيز، وهتلاقي فيها اختلافات كتيرة بين الناس. في مجموعة من الناس بيسلقوا الطماطم سليمة وبعد كده بيقشروها، والطريقة التانية ان احنا نقطع الطماطم ونشيل منها الجزء الاخضر ده. صلى على النبي وتعالى اقول لك ليه صلصة البيت احسن 100 مرة من صلصة المصنع. اول حاجة بتضاف عليها مواد حافظة زي بنزوات الصوديوم وسوربات البوتاسيوم، وطبعا المواد دي بتضاف عشان تمنع نمو البكتيريا والفطريات علشان تقعد معاك مدة اطول. طيب هل المواد دي مضرة؟ لو استخدمت منها كميات كبيرة جدا. وطبعا بتضاف عليها نكهة صناعية علشان تحسن النكهة، ومحسنات قوام ومحليات صناعية والوان صناعية واحماض ودهون ومضادات اكسدة ومواد منع للتكتل. واكيد طبعا حضراتكم عارفين تأثير كل ده على الانسان لو اخد منه كمية كبيرة. احنا بقى هنا هنعمل لك الصلصة طبيعية 100%. وهنا نكون خلصنا مرحلة التقطيع، لكن ثانية واحدة الطماطم شكلها حلو، هناكل واحدة واتنين. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده. هتنزل بالطماطم على نار متوسطة من غير ما تضيف مية، ولو هتضيف ميه يبقى كميه صغيره لان كل ما تزيد الميه هتاخد وقت اطول. 10 دقايق على النار وهتسيبهم يبردوا. تعالى ندخل على المرحله اللي بعد كده، لكن اهم حاجه صل على النبي. خلاطك الجميل، وهتبتدي ان انت تضرب الطماطم وهتنزل عليهم بمعلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره سكر يا سكر، وبنضيف السكر هنا علشان نعادل الحموضه. وندخل على المرحله اللي بعد كده. هنرجع تاني للبوتاجاز، وهنا الحله هتكون من غير غطا علشان نبخر الميه. وخدها قاعده اساسيه كده في اي طريقه حفظ ان احنا بنوقف نشاط الميه والهواء. والمرحله دي هتاخد معانا وقت من 40 ل 60 دقيقه على حسب الكميه اللي حضرتك هتعملها. وعلى ما المرحله دي تخلص عايز اسالكم سؤال وردوا علينا في الكومنتات: هل الطماطم من ضمن الخضار ولا من ضمن الفاكهه؟ اللي يعرف يكتب لنا في الكومنتات. واول ما تلاقي القوام تقل معاك هتنزلها من على النار. وهنا نيجي لاخر مرحله، يا اما هتعبيها في مرطمانات زي ده بس خلي بالك لا تتلسع زي حالاتي، يا اما نعبيها في اكياس ونحطها في الفريزر. وتقدروا تحطوا عليها نقطة زيت على الوش كده علشان ما تعفنش منكم. ودي كانت الطريقة التانية لتخزين الطماطم. كده فاضل لنا طريقتين: الطماطم المجففة والكاتشب. فيلا بينا نبدأ بطريقة عمل الكاتشب البيتي. تعالوا كده نبدأ بالمكونات الأساسية. أول حاجة هنحتاجها أكيد الطماطم، بعد كده النشا، وطبعا عود قرنفل وبصل بودر وتوم بودر ورشة ملح وربع كوباية سكر يا سكر، وكمان علبة للتعبئة ومصفى طبعا عشان هنحتاجها. جهزنا المكونات، يلا بينا نبدأ. هنبدأ أول حاجة بعملية الفرز، وهنفرز الطماطم كويس جدا لأن أي طماطم فيها عفن أو إصابة حشرية لازم تتشال. كمان هتنقي الطماطم اللي لونها أحمر غامق، وطبعا الطماطم هتكون طرية لأن ده أنسب للكاتشب. وبكده نكون خلصنا مرحلة الفرز. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة الغسيل. وزي ما عودناكم دايما ان اهم مرحلة الغسيل، وده لان معظم الخضار والفاكهة في مصر فيهم بقايا اتربة ومبيدات، فلازم نتأكد انهم اتغسلوا كويس جدا. وبكده نكون خلصنا مرحلة الغسيل. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة التجهيز. هنبدأ ان احنا نقطع الطماطم ونشيل منها الجزء الاخضر ده. لو حد يعرف ليه بنشيل الجزء الاخضر ده يكتب لنا في الكومنتات. وطبعا لازم تخلي بالكم من درجة نضج الطماطم، وده لان الطماطم اللي بتكون ناضجة تماما بتدي طعم احلى وكثافة اكتر للكاتشب
الكاتشب. وبعد ما قطعنا الطماطم وشلنا منها الجزء الاخضر ده، هنبتدي ان احنا نقطعها قطع صغيره. وطبعا بنقطع الطماطم قطع صغيره علشان نضربها في الخلاط. وطبعا منظر الطماطم ده ما يعديش كده، لازم ناكل واحده واتنين. وصلي على النبي لو لسه ما صليتش على النبي، واعمل لنا لايك لو الفيديو عجبك، ولو عندك تعديل اكتب لنا في الكومنتات. هنضرب الطماطم بتاعتنا في الخلاط، وطبعا هنضيف عليهم شويه ميه. وطبعا كل ما كانت الميه اقل كل ما كان احسن. هنصفي عصير الطماطم كويس. طب بنصفيها من ايه وليه؟ بنصفيها من القشره والبذره. طيب وليه؟ علشان يطلع الكاتشب ناعم زي المصنع بالظبط. خلصنا المرحله دي، تعالى بقى ندخل على المرحله اللي بعد كده، وهي مرحله الطبخ او التسويه. المرحله دي هنحتاج فيها نار هاديه، وطبعا التقليب مهم جدا جدا علشان الطماطم ما تلزقش منك. والمرحله دي ممكن تاخد معاك ساعه، طبعا على حسب الكميه اللي انت بتعملها. هنبدا دلوقتي نضيف الاضافات الطبيعيه، وركز معايا، اضافات طبيعيه. اول حاجه نص معلقه ملح، وتاني حاجه معانا عود قرنفل زي ده كده بالظبط. وبنضيف القرنفل عشان يدينا نكهه مميزه، وكمان بنستخدمه كماده حافظه. ربع كوبايه سكر، ولو انت زي حالاتي ما بتحبش السكر قلله عادي. طبعا وانت بتضيف المكونات دي هتستمر في التقليب برضو. وهنضيف طبعا نص معلقه توم باودر، ونص معلقه بصل باودر. وطبعا لو عايزين نعمل لكم فيديو عن طريقه صنع الثوم البودره والبصل البودره في البيت اكتبوا لنا في الكومنتات. وعلشان نتحكم في الحموضه هنضيف نص كوبايه خل، نص معلقه نشا، وهنقلبها في شويه ميه ونسيبها على جنب دلوقتي. والنشا هنا علشان يدي الكاتشب القوام التقيل زي المصنع بالظبط. طبعا في المصنع بيستبدلوا الحاجات الطبيعية دي بحاجات تانية زي منظم الحموضة A260 والمواد الحافظة A202 و A211. ايه بقى هو ال A260 ده؟ ال A260 هو حمض الستريك اللي بيعمل على تحسين طعم الكاتشب. وال A202 ده اللي هي سوربات البوتاسيوم. وال A211 دي اللي هي بنزوات الصوديوم. والحاجات دي اللي بتخلي كاتشب المصنع يقعد لفترة طويلة جدا، وده لانها بتمنع نمو البكتيريا والفطريات. طيب قبل ما نكمل كده خلينا نعرف ايه هي عيوب الكاتشب المصنع. اول حاجة بيحتوي على كمية كبيرة من السكر. تاني حاجة بيحتوي على مواد حافظة زي ما قلنا ال A202 وال A211. كمان في بعض المصانع بتضيف مواد ملونة ومواد محسنة للنكهة. ده كمان غير المصانع اللي تحت السلم اللي بتعمل لنا الكاتشب والصلصة بطماطم بايظة. وطبعا لو اضطريت تشتري كاتشب او صلصة من بره يبقى لازم تختارهم من شركة محترمة. طيب مدة صلاحية الكاتشب البيتي يقعد معانا قد ايه؟ طبعا صلاحيته اقل من المصنع بكتير لانه من غير مواد حافظة. صلاحيته هتبقى من 10 ل 14 يوم. طيب ازاي اعرف الكاتشب استوى ولا لا؟ هناخد معلقة ونحطها في طبق، لو نزل منها ميه يبقى كده لسه ما استواش. او هنحرك الكاتشب وهو لسه في الطبق، لو سيبت مكانه يبقى كده تمام. طبعا اي علبة عندك وهتبتدي تعبيهم، ولو مش عايز تعبيهم تمام هتخليهم في الطبق زي ما هم كده. انا عايز اخد رايك انت دلوقتي كده، هل في فرق بين الكاتشب اللي معمول في البيت والكاتشب اللي بيجي من المصنع؟ انا عن نفسي مش شايف فرق. لو حضراتكم شايفين فرق اكتبوا لنا في الكومنتات. وكده نكون خلصنا تالت طريقة. ندخل بقى على اهم واخر طريقة معانا، وهي الطماطم المجففة. برطمان الطماطم المجففة ده سعره حوالي 70 جنيه. تعال اقول لك ازاي عملناها ب 15 جنيه. اول حاجة هتشتري الكمية اللي انت محتاجها. هتنقي الطماطم اللي لونها احمر نظيفة، يعني ما فيهاش اعفان ولا اصابات حشرية. تعال بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده، وهي مرحلة الغسيل. عندنا مبدأ كده في مرحلة الغسيل، هتدعك الطماطم بضمير لاننا ما نعرفش الطماطم دي ترش عليها ايه لحد ما جات لي. اهم حاجة صلي على النبي واشترك في القناة، ولو عندك اي استفسار بخصوص الاغذية او فكرة فيديو اكتب لنا في الكومنتات. وهنا نكون خلصنا مرحلة الغسيل. تعالى ندخل على المرحلة اللي بعد كده، مرحلة التجهيز. هنجيب الطماطم نقطعها نصين، وبعدها هتشيل الجزء الأخضر اللي في الطماطم ده. خلي بالك التفاصيل الصغيرة دي بتفرق. ليه الطماطم المجففة مهمة؟ أو إيه هي فوائد الطماطم المجففة؟ أول حاجة الطماطم غنية بمضادات الأكسدة. تاني حاجة الطماطم المجففة مهمة للجهاز المناعي، وده لأنها غنية في فيتامين سي. قبل ما نكمل الفوائد تعالى ندخل على المرحلة دي، والخطوة دي اختياري تقدر تعملها أو لأ. واحنا هنا بنقلل نسبة المية علشان ما تاخدش معانا وقت في التجفيف. احنا قلنا ان الطماطم المجففة غنية في فيتامين سي وفيتامين كي، وكمان بتحسن صحة القلب وصحة الهضم. واهم حاجة بقى ان سعراتها قليلة، يعني لو انت من بتوع الجيم والعضلات هتلاقيها جاية معاك في الدايت. عايزك تخلي بالك ان الطماطم المجففة بتبقى طماطم مركزة، يعني القليل منها كتير. يعني لو حضرتك حبيت تطبخها هتحط واحدتين وتكمل الباقي مية. وطبعا الطماطم المجففة بتبقى تحفة مع البيتزا. وهنا نكون خلصنا المرحلة دي. تعالى ندخل على المرحلة اللي بعد كده. بمنديل او فوطة مطبخ بنبتدي ان احنا ننشف الطماطم بالطريقة دي. قلنا تجفيف الطماطم بيتم بطريقتين، طريقة صناعية وطريقة طبيعية. طبعا الطريقة الصناعية بتتم في افران مخصصة او فرن البوتاجاز زي ما هنعمل، او طريقة طبيعية وهي اننا بنسيب الطماطم في الشمس. طبعا كل طريقة من الاتنين ليها مميزات وعيوب. يعني مثلا مميزات الطريقة الطبيعية،
اول حاجه سعرها رخيص، تاني حاجه الطماطم كلها بتتنشف زي بعض بالظبط، لكن طبعا الطريقه الطبيعيه فيها كام مشكله كده. اول حاجه الطماطم عرضه للملوثات زي التراب مثلا، تاني حاجه مش هتعرف تحافظ عليها من الحشرات والطيور. اما بقى مميزات وعيوب الطريقه الصناعيه فهقول لك عليها دلوقتي. اول حاجه هتنضف مكانك كده الاول، لازم يكون المكان نظيف. تعال بقى ندخل على المرحله اللي بعد كده. هتجيب اي صينيه تدخل معاك الفرن، انا لقيت البتاعه دي في البوتاجاز معرفش اسمها ايه، وهنفرش عليها ورق زبده علشان طبعا الطماطم ما تلزقش معانا. وبعد ما ترص الطماطم على ورقة الزبدة هتديها رشة ملح، طبعا الملح هنا مهم جدا جدا جدا. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده على نار متوسطة او اقل من المتوسطة شوية. طبعا الخطوة دي هتاخد معاك من ساعتين ل3 ساعات، وده يرجعنا للموضوع المهم اللي كنا بنتكلم فيه، وهي فوائد وعيوب الطماطم المجففة صناعيا. اول حاجة سعرها هيكون مكلف لانك هتستخدم غاز وكهرباء، تاني حاجة لو معرفتش تتحكم في درجة الحرارة هتبتدي انها تتحرق منك، على عكس طبعا الطريقة الطبيعية انت بتسيبها في الشمس مش محتاج تتحكم في درجة الحرارة. لكن طبعا قصاد كده بيبقى عندنا فوائد مهمة جدا. اولا الطماطم بتاعتك سليمة 100%، ما بيجيلهاش اي ملوثات خارجية، وطبعا دي اهم حاجة، انت مش محتاج حاجة تاني غير ان الطماطم تكون سليمة. وهنا بقى نكون خلصنا مرحلة التجفيف. تعالى بقى ندخل على اخر مرحلة، برطمانك المعقم الجميل ده، وهتنزل ترص فيه الطماطم واحدة ورا التانية، وهتنزل في وسطهم بفصين توم، وهتبدأ ترص بقية الطماطم. وهنا نكون وصلنا لآخر مرحلة، هننزل عليهم بزيت زيتون، وطبعا نظرا للظروف الاقتصادية هنكملها بزيت عادي. واخيرا وليس اخرا صلي على رسولنا الكريم واعمل لنا لايك وسبسكرايب، ولو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي، بحبكم جدا، سلام.